الاحتجاجي. أستاذ مساء الخير، باعتباركم الكاتب الاقليمي ديال الفيدراليه الديمقراطيه للشغل، في اطار اش كيجي هذا النشاط؟ هذا النشاط هذا جا في اطار اولا التزامن ديالو مع الذكرى ديال الاغتيال ديال الشهيد فرحات حشاد والاعلان على حقوق الانسان. ويشاع على ان هذه المسيره ولا يوم الاحتجاج الوطني كيتجا على اثر الاقتطاعات الاخيره من الاجور ديال الموظفين والعمال. وفي هذا الاطار هذا على تضييق الحريات النقابيه والغلاء وهذا الشيء هذا عقدت الفيدراليه الديمقراطيه للشغل والكونفدراليه الديمقراطيه للشغل مجلسين، مجلس ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل الوطني ومجلس ديال الفيدراليه الديمقراطيه للشغل الوطني، واتخذ فيه قرار ديال يوم احتجاجي وخلينا الصلاحيات للمكتبين باش ياخذوا القرار. هما شافوا انه الانجع هي انه ننزلوا نعبؤوا في الاقاليم وفي الجهات. على اثره اتخذ هذا اليوم الاحتجاجي في جميع المدن المغربيه اللي كننظموه اليوم في مدينه العرايش. وبالنسبه للتنسيق، واش هو تنسيق مرحلي ولا كتشوف على انه تنسيق استراتيجي مع الكونفدراليه الديمقراطيه؟ كنطمحوا في التنسيق الى الوحده النقابيه. الى الوحده النقابيه. نعم. الوحده النقابيه واش وحده نضاليه ولا الوحده وفق المطالب؟ الوحده النضاليه. الوحده النضاليه. النضاليه والمطالب سوا. الى اين يتجه المغرب؟ المغرب يتجه الى المجهول. الى المجهول. شنو كيمثل لكم الفصل 288 من القانون الجنائي؟ صوت تحذف. كنشكرك استاذ على التصريح ديالك. الله القناه العربيه.